طيب انا في الفيديو ده هحاول على قد ما اقدر اقول لك الكلام اللي انا كان نفسي يتقال لي قبل لما ابدا. لان بصراحه لما وصلت للكلام ده وجمعته حسيت ان هو فعلا قد ايه مفيد وفادني وانا مش واخد بالي، يعني وانا بتعلم وانا بشوف الكلام ده ما خدتش بالي منه خالص. ففعلا الكلام ده مهم. فانا هحاول على قد ما اقدر اديك الخبره اللي انا اشتغلت فيها في ال 3 دي من 6 سنين ونص تقريبا او 6 سنين وشويه. فانا اتمنى الفيديو ده يكون مفيد لاي حد ايا كان، حتى لو شخص واحد. اول حاجه بقى عندنا وهي ان انت تتعلم وانت بتعمل مش وانت بتتفرج. فكره التوتوريالز اللي على اليوتيوب فكره تحفه، وفي يعني في توتوريالز كتير تقدر تتفرج عليها في كل المجالات في اي حاجه. بس فكره ان انت مثلا تعمل سيف، خلاص انا هتفرج بعدين هعرف اطبق بعد كده، مش هتعرف بصراحة تطبق. اسمع مني، انا لما كنت بتفرج على توتوريالز على اليوتيوب واقول خلاص تمام، انا حاسس ان انا الشخص ده مجرد ما امشي ورا الخطوات بتاعته وانا هعرف اعمل الكلام ده. لكن بالعكس لما كنت بمشي وراه حتى لو خطوة بخطوة، بحس ان دايما في حاجة ناقصة، في حاجة انا ما فهمتهاش، في حاجة مثلا فيديو اذا كان هو بيقطع مثلا في الفيديو ففي حاجة انا فاتتني ما خدتش بالي منها. بس ففكرة ان انت تتفرج على توتوريالز كتير على اليوتيوب وتعمل لها سيف، على امل ان انت لما تيجي بقى خلاص تبدا على بلندر او تبدا الكلام ده كله هتعرف تعمل زي ما هو ما عمل. الموضوع ده مش صح. في كذا توتوريال لو شفته وجربت ان انت تطبق وراه هتحس انه في حاجه ناقصه، انت فعلا مش طالع زيه، او على الاقل مش عاجبك. يعني مش هنقول بقى مش طالع زيه لو انت مش عايز طالع زيه، بس مش عاجبك. حاسس ان في حاجه ناقصه، حاسس ان الكواليتي بتاعته مش حلوه، مش احسن حاجه الكلام ده. فنصيحتي ليك ان انت اول ما خلاص تتعلم الاساسيات البيزكس اللي هي بتاعت بلندر، الفيو بورت فين، الشادر اديتور، الكومبوستنج، الكاميرا بتتحرك ازاي، بجيب منين البلين والكيوب والكلام ده كله، اتعلم الاساسيات والموديفايرز والكلام ده كله. اعرفهم بس هم ايه بيعملوا ايه، بس انت مش مطالب اكتر من كده، مطالب بس ان انت تعرفهم، تعرف كل واحده بتعمل ايه، اساسياتها ايه، استخدمها امتى. وبس ابدأ بقى افتح بلندر وجرب بنفسك وخبط فيه. يعني اهم حاجه هي دي اللي احنا كنا بنقولها، ان انت تخبط وانت بتشتغل. ده اللي هيخليك فعلا تتعلم وانت بتجرب. لكن طول ما انت شايف توتوريال وبتطبق وراه، مش يعني مش هتتعلم منه اي حاجه خالص. بل بالعكس انت يعتبر بتقلده. انت بتقلد بس الشخص ده مش اكتر. لكن انت ما اتعلمتش، ما عرفتش هو ليه مثلا حط الاضاءه دي بالشكل ده، ما عرفتش هو ليه مثلا عمل سكاترينج بالجيومتري نودز بدل ما يستخدم ادون مثلا. بس فدي كده بالنسبه لاول حاجه. تاني حاجه بقى عندنا، ودي الحمد لله انا بحمد ربنا لحد دلوقتي ان انا ما وقعتش فيها، فكره ان انت تتعلم كل حاجه، تتعلم مجالات كتير. حلو ان انت لو عايز تبقى 3 دي جنراليست في الاخر، بس مش حلو ليك انت كبدايه. انت هتحس ان انت بتحرق في نفسك، هتحس ان انت بتضيع وقت كبير، هتحس ان انت آه، في حاجات كتير بتقع منك. يعني مفيش حد بيعرف يتعلم حاجات كتير قوي في نفس الوقت، دي صعبة جدا. فأول حاجة حاول تعرف طريق أو تحدد طريق ليك. أنت مثلا بتحب أفلام الكرتون، خلاص تعلم أنيميشن. بتحب الافلام والسينما والكلام ده كله، خلاص اتعلم انفايرمنت، اتعلم بوستنج، اتعلم مثلا نيويورك، اتعلم الكلام ده كله. بس فانت دلوقتي لما تتعلم حاجه واحده هتلاقي نفسك ان انت بتطلع نتيجه حلوه في حاجه واحده بس. لكن لو بتتعلم مثلا 3 حاجات، 3 حاجات مستواهم هيبقى متوسط، الكواليتي مش احسن حاجه. فهتحس انه ايه ده، لا ده انا بتعلم غلط او مشكله فيا. وندخل بقى في قصه بقى الكرييتيف بلوك والاكتئاب والكلام ده كله. فالموضوع ده غلط خالص. حاول تتعلم ستايل واحد او نيش واحد، هو ده اللي انت تمشي فيه. تالت حاجة عندنا وهي ان انت تستثمر في وقتك، اذا كان تشتري اسيتس موديلز يعني او الكلام ده، او ان انت تشتري كورس مثلا. انا مش جاي ابيع لك اي حاجة خالص في الفيديو ده، بالعكس انا جاي اقول لك الكلام اللي انا كان فعلا نفسي يتقال. فان انت مثلا تشتري كورس، ان انت تشتري اسيتس. خلينا مثلا في الاسيتس، خلاص عرفنا اكيد يعني معروفه هي ليه. هتوفر عليك وقت ان انت مجرد بس هتدراج اند دروب وخلاص. بالنسبه للكورس، الكورس ايه اختلاف الكورس عن اليوتيوب؟ اليوتيوب المعلومه هتلاقيها مثلا محدده، او هتلاقي فيه تشتت كده. هتلاقي ده بيقول حاجه، ده بيقول حاجه، ده بيقول حاجه، فهتحس ان انت في تشتت كده. لكن الكورس انا شايف بصراحه ان الكورس بياخدك من، يعني مثلا الكورس معمول عن الاي اي مثلا،
فهو الكورس بيفهمك، المفروض ان هو بيفهمك ان مثلا اول حاجه تعملها كذا، تاني حاجه كذا، بياخدك على مراحل وستبس. من اول حاجه بتبقى الليفلز اللي هي تبقى بسيطه وفاهمه، بحيث ان هو يعرف يدخلك المعلومه بشكل صح، وبعدين واحده واحده يبقى مستوى متوسط، وبعد كده مستوى يبقى صعب لحد ما انت تتمكن اكتر وتتمرس اكتر. وانا بصراحه شايف ان اي كورس مفيش شخص مثلا بيطلع منه حلو، لا اذا كان الكورس حلو ده اهم حاجه. مفيش شخص بيطلع من كورس حلو مثلا ويقول لا الكورس ده وحش. بحس ان الغلط بيكون على الشخص نفسه، الشخص اللي كان بيتعلم نفسه. بس فاهم حاجه الكورس مثلا استثمر في وقتك بكورس، استثمر في وقتك بموديلز، اشتري حاجات توفر عليك وقت. عرفت مثلا تشتري مثلا ريندر انجن، ان انت ريندر انجن تشتري ريندر فارم مثلا على اي ويب سايت بتاع ريندر، ان هو يرندر لك البروجكتس هيكون احسن. بس ونيجي بقى دلوقتي لاهم حاجه، وهي التنظيم. التنظيم مهم جدا 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 فوق ما تتخيل. حته التنظيم ان انت تفتح بلندر او تفتح اي 3 دي سوفت وير تاني، بجد مهم جدا. من ناحيه انه بيوفر عليك وقت، بيخليك تشتغل اسرع، بتطلع نتائج احسن في وقت اسرع، ودي طبعا ليها ميزه كبيره جدا. مثلا بلندر الاسيتس بتاعتك اللي انت اشتريتها اللي هي عندك، الكلام ده كله حاططها في الاسيت براوزر. انت مجرد ان انت هتشدها وتحطها في السين عندك وتظبطها والكلام ده، مش لسه مثلا هتفتح بروجكت جديد تحط الاسيتس الاف بي اكس او الاو بي جي او الكلام ده كله، وبعدين تدوس كنترول وسي وتروح كنترول وفي والكلام ده. فده هيوفر وقت عليك كبير جدا. النقطة بقى الرابعة، ودي أنا بحسها إن دي أكتر حاجة هتعلمك، وهي إن أنت تدرس الارتست اللي أنت بتحبه، تدرس الفنان اللي أنت بتحبه. حاول تدرسه. هو مثلا جيب أنيميشن أو جيب صورة ليه، وافهم مثلا هو ليه حط الإضاءة بالشكل ده، ليه حط البرودكت او الكاركتر او الانفايرمنت اللي عملها بالشكل ده. افهم الاسباب بتاعته، لان هو سابقك كده كده اوريدي. فخلاص انت بالنسبه لك كانك بتسمع منه نصيحه من الانيميشن ده او من الصوره دي، اللي هو ليه الشكل ده اتعمل بالمنظر ده. وبس اتمنى ليكوا كل التوفيق، وما تخافش الاي اي مش هياخد مكانك. لو انت ارتست شاطر مش هياخد مكانك، لو انت بتطور نفسك مش هياخد مكانك، لو انت فعلا شغلك حلو مش هياخد مكانك. ففكرة ان انت تخاف من الاي اي دي انا ضدها بصراحة. وبس ربنا يوفقكم جميعا.